الحرية مفيش أغلى منها، دي لحظات أول مرة تشوفها لحيوانات كانت محبوسة واتحررت. النمر ده بيملي صدره بالهواء كأنه أول مرة يتنفس، ووحيد القرن الضخم ماشي كأنه بيستكشف الدنيا لأول مرة، والتمساح ده بيمشي بخطوات ثابتة ناحية المية كأنه راجع لبيته. حمير وحشية بيودعوا الأسر وبيجروا في البرية من جديد. لحظات حرفيا عمرها ما تتنسي، لحظات بتثبت إن الحرية دايما بتستحق الانتظار. تم نقل النمر أموري النادر ده بعد افتراس القرية كلها. النمر النادر ده أخيرا بيرجع لطبيعته، حر وسط البرية المحمية، بعيد عن البشر بقى وقريب من موطنه الحقيقي والأصلي. تم نقل وحيد القرن الذكر الكبير ده صاحب القرن الأكبر في البرية من تشيتشوان إلى بارديا. اللحظة دي مش مجرد نقل، دي بداية حياة جديدة لوحيد القرن ده، من الأسر للحرية. والقرن الكبير ده دلوقتي خلاص بقى رمز قوة في البرية. شكله مش مبسوط قوي، ما تتخدعش بالمظاهر، طبع ده يمكن يكون هادي شوية، لكن كفاية انه رجع للحياة الحرة بعد رحلة إعادة تأهيل طويلة، وأكيد الحرية أحلى بكتير من أي قفص. الاتنين دول خسروا امهم ومروا بشتاء صعب في التأهيل، لكن شوفهم دلوقتي رجعوا لبرية مونتانا اقوى واجرأ ومستعدين يفتحوا صفحة جديدة وسط الطبيعة. 10 فخامات صغيرين كانوا يتامى وضعاف ومحتاجين اي رعاية. بعد اسابيع من التغذية والرعاية الصح اخيرا بيرجعوا للمحيط اقوى واصح ومستعدين يواجهوا العالم من تاني. عدى 6 شهور من الرعاية والتأهيل، ال21 قنفذ دول رجعوا للطبيعة، من كائنات ضعيفة ما بتقدرش تدافع عن نفسها لنجوم صغيرة بتتحرك بثقة وسط منتزه كان الطبيعي في رومانيا. الحرية حلوة حتى لو كنت قنفذ. الذئاب المكسيكية كانت على وشك الانقراض، لكن المشهد ده بيحكي حكاية أمل، زوج جديد بيبدأ حياة حرة في بلو رانج بأريزونا. الطبيعة بتستعيد توازنها واحدة واحدة. من الساعات الطويلة محبوسين في شاحنة للثواني الأولى من لمس الأرض الحرة. شوف خطواتهم الهادية بتمشي كأنهم بيستوعبوا الهدوء حواليهم، بداية حياة سليمة بعيدة عن القيد. النسر ده كان مجروح ومحبوس على الأرض بعد ما جناحه اتصاب، وبعد عملية تأهيل ورعاية رجع يحلق تاني فوق نهر المسيسيبي، حر بيطير زي ما اتخلق يكون. في 2013 النمر ده اتصدم بعربية واتكسر قلبه وجسمه، سنتين كاملة في التأهيل والعلاج، وفي 2015 أخيرا رجع لموطنه قوي وسليم كأنه بيبدأ من جديد وسط الطبيعة، ورجع يجري بحرية تاني في مقاطعة اوكيتشوبي، وبقى واحد من 120 نمر بس لسه عايشين في البرية. لحظة تدي أمل في بقاء فصيلة بتصارع علشان تفضل موجودة. 11 حمار وحش صغير بيودعوا الأسر ويرجعوا للطبيعة في محمية أوكويالا في جنوب إفريقيا. أخيرا لهم بيت آمن ومحمي وسط المساحة الخضراء والحرية اللي بيستحقوها. بعد رحلة شفاء من إصابتها في مركز التأهيل، النمرة الجميلة دي رجعت للطبيعة، انطلقت في حديقة كازيرانجا الوطنية في الهند وسط موطنها الأصلي، وهي دلوقتي جاهزة تبدأ حياة جديدة وسط البرية. لحظة بيستناها الكل في هولندا، أكتر من 65% من الأبقار بيرعوا في المراعي خلال الصيف، ولحظة خروجهم في الربيع بقت احتفال سياحي. شوفوا الفرحة الحقيقية وهي بتتنطط من قلبها، سعادة 100% طبيعية. لحظة كلها رهبة، النسر فتح جناحيه كأنه بيقول للعالم أنا راجع.
ما يقرب من 100 حصان بري رجعوا للجري وسط سهول نيفادا. في اللحظة دي وسط البراري الواسعة مشهد الخيول وهي بتجري بيقول رسالة واحدة: الحرية مش مجرد لحظة، الحرية بقاء، إنهم يعيشوا زي ما الطبيعة خلقتهم، أحرار وسط المساحات المفتوحة. كوم الفيل اللي كان بيستغل في الرحلات مشى أكتر من 100 كيلومتر علشان يوصل لبيته الجديد في غابات تايلاند. السلاسل انتهت خلاص، مش عامل تاني، بقى فرد من القطيع حر في بيئته زي ما المفروض يكون. Watatoka. Wamekataa. Hatotoka. 500 حمامة بتطير في السماء في مشهد نادر يخطف الأنفاس، لحظة كأنك بتشوف السلام نفسه بيطير فوقك، جمال طبيعي وقوة حقيقية في كل جناح بينبض بالحرية. واو. لأول مرة من سنين الأغنام دي رجعت تعيش حرة في جزيرة أنتلوب بولاية يواتا، سلالات جديدة، أرض جديدة، لكن نفس الغرائز البرية. الطبيعة بترجع تكتمل بجمالها. البجع ده محتاجش حتى يسخن، أول ما لمس الهوا طار بكل قوة بعد رحلة إنقاذ طويلة، وفي نفس اللحظة القندس ده بيرجع لبليموث لأول مرة من أكتر من 400 سنة. الطبيعة حرفيا بتصلح اللي ضاع. الغريب ده بعد ما اتنقل من اسكتلندا اخيرا وصل لحاوية اعادة تأهيل معمولة مخصوص ليه. بص عليه كده كأنه بيقول ايوه المكان ده عجبني وهيناسبني تمام، بداية جديدة لحياة اكتر راحة وامان. بعد اسبوعين من الرعاية والدراسة والاكل ببلاش طبعا، الاخطبوط ده بيرجع للمحيط. دوره كان مهم علشان نفهم اسرار الطبيعة، ودلوقتي رجع يعيش حياته وسط امواجه من غير قيود. لحظة كلها أمل، عشرات السلاحف الصغيرة بتسحب بشجاعة ناحية الأمواج، بتقاوم بقوة رغم إن زعنفها قد صباع صغير. بداية رحلة الحياة وسط المحيط الكبير. بخطوات واثقة بيشق التمساح طريقه نحو المية، الغريزة بتمشيه للمكان اللي بينتمي ليه، موطن أكتر أمان. ومن هنا هتبدأ رحلة جديدة في البرية تحت مراقبة عالية جدا لضمان استقراره وسط الطبيعة. الكل فكر انه انقرض، لكن بيرجع من جديد الى ارض محمية، لا اندفاع ولا سرعة، بيختار البقاء في مأمن داخل الحفرة. فالغريزة بتعرفه ان الاستكشاف جاي، لكن لما يكون في الوقت المناسب.